النهاردة هنتكلم عن موضوع ممكن يكون مفاجئ لناس كتير منكم، وهو ازاي بعض الناس اللي انت وانا وكلنا ممكن ما نشوفهمش اذكياء او ذكائهم محدود بيقدروا يحققوا نجاحات كبيرة. فاحنا النهاردة هنبص على الاسباب اللي بتخلي بعض محدودي الذكاء دول بيقدروا يحققوا نجاحات، لان ده مش صدفة ابدا. الاغبياء تقدر تتعلم منهم دروس، الاغبياء عندهم نعمة كبيرة قوي ونفس النعمة دي مسلوبة منك. فيلا بينا نبدأ. كلنا عندنا معرفة ما أو إحساس إن الذكاء لوحده مش العامل الوحيد للنجاح. في الواقع أحيانا بنشوف أشخاص مش بالضرورة أذكى حاجة في الدنيا، ولكنهم بيحققوا نجاحات كبيرة. وده بيخلينا نسأل ليه. قبل ما نتعمق في الأسباب خلينا نحدد المشكلة بوضوح. الذكاء زي ما كلنا عارفين يعتبر عامل مهم في حل المشكلات واتخاذ القرارات، ولكن في نفس الوقت الاعتماد الكلي على الذكاء ممكن يكون مضلل. الأشخاص اللي بيفكروا بشكل زايد ممكن يلاقوا نفسهم محاصرين في دايرة لا نهائية من التحليل والتردد، وده ممكن يعطل ويعرقل قدرتهم على اتخاذ القرارات الحاسمة. بينما محدود الذكاء ما بيقعش في فخ التفكير الزايد والخوف والقلق. محدود الذكاء ممكن ما يبقاش شايف الريسك اللي انت كشخص ذكي عمال تفكر فيه، والحوارات بقى اللي عمال تعملها من معالجة بيانات وتشوف احتمالات لدرجة انك تتشل وما تتحركش. أحد الأسباب الرئيسية اللي بتخلينا نتردد في اتخاذ القرارات هو التفكير الزايد وبعمق في كل خطوة وكل نتيجة محتملة. ده ممكن يحسسنا بالشلل التام ويخلينا غير قادرين على اتخاذ أي قرار مهم أصلا، ودي حاجة حقيقية وبتحصل وبيسموها بشلل التحليل أو paralysis by analysis. وبالمناسبة دي خلينا نفهم إيه اللي بيحصل في موضوع شلل التحليل ده. شلل التحليل بيحصل لما بنغرق في تفاصيل الاختيارات المتاحة لينا، وده بيخلينا مش قادرين ناخد أي قرار حاسم. وده ممكن يحصل لنا في حياتنا اليومية أو في بيئة العمل بتاعتنا. على سبيل المثال ممكن تلاقي نفسك قاعد وقت طويل بتفكر في الرد على الميل، وبتفكر هتقول ايه بالظبط بسبب التفكير في كل الاحتمالات والنتائج. الخوف والقلق ممكن يسببوا لك إعاقة كبيرة بجد. لما بتكون قلقان وخايف من النتائج السلبية عمرك ما هتبطل تتردد ولا هتعرف تاخد خطوة جريئة. والخوف من الفشل ده ممكن يمنعك من إنك تستغل الفرص المتاحة قدامك اوريدي. وعلى العكس تماما، الأشخاص اللي ممكن ما يكونوش أذكى حاجة ممكن يكونوا أقل عرضة للتفكير الزايد والتردد، والأشخاص دول بالتالي بياخدوا قراراتهم بسرعة وبشكل حاسم، وده بيسمح لهم بالتقدم في حياتهم المهنية والشخصية. والسبب في ده إنهم بيميلوا لإنهم ياخدوا قرارات بسيطة ومباشرة. عدم التفكير الزايد بيمنحهم القدرة على التصرف بسرعة وتجربة أشياء جديدة من غير خوف من الفشل. على سبيل المثال ممكن يبدأ واحد منهم مشروع جديد من غير تخطيط كتير، ويعمل تعديلات على الخطة بتاعته وهو شغال بناء على نتائج. طيب خلينا ناخد أمثلة واقعية على اللي بتكلم عنه علشان تصدق وتفهم وجهة نظري أكتر. أنجح الأشخاص في العالم مش بالضرورة أذكى الناس من الناحية الأكاديمية، لكنهم بيتمتعوا بشجاعة اتخاذ القرار والقدرة على المخاطرة، ونفسهم طويل جدا. الأشخاص دي ممكن يكونوا عارفين إن الفشل هو جزء من الرحلة، والأكيد إنهم ما عندهمش أي مانع يفشلوا أصلا. زي عمه توماس إديسون مثلا اللي اخترع اللمبة الكهربائية بعد 1000 محاولة فاشلة. إديسون ما كانش عبقري في المدرسة، ولكن إصراره هو اللي خلاه يعرف يحقق إنجازاته. الجرأة هي القدرة على اتخاذ خطوات كبيرة وجريئة حتى في مواجهة الشكوك والمخاطر. الصفة دي يمكن تكون أهميتها أكبر من الذكاء في حالات كتير، علشان الجرأة بتسمح للأشخاص إنهم يتجاوزوا مخاوفهم وياخدوا خطوات لقدام. بس ما تقلقش، أنا ما سبتش الموضوع يعدي كده ببساطة. أول ما بدأت أقرأ وأفكر فيه أنا جمعت شوية خطوات عملية من تأملاتي لبعض الناس الأقل ذكاء، والخطوات دي ممكن تديك إدج أو أفضلية فتساعدك تتحرك شوية وتتجاوز الخوف والتردد. رقم واحد، قسم القرارات الكبيرة لخطوات صغيرة. بدل المحاولة لأيام وأسابيع في إنك تاخد قرار واحد كبير، قسمه لخطوات صغيرة تقدر تنفذها بسهولة. رقم 2، ركز على الحلول بدل المشاكل. لما تواجه مشكلة ركز على طرق الحل بتاعتها بدل من التركيز على ايه اللي ممكن يحصل لو فشلت وقد ايه المشكلة دي ممكن تخلي وضعي وحش. رقم 3، انك تتعلم من الفشل بدل من الخوف من الفشل، اعتبره فرصة تتعلم منها. كل تجربة فاشلة تقربك خطوة من النجاح وبتعرفك كويس قوي قوي انك مش عايز تفشل. انا مش بقولك افشل قاصد، الفشل وحش، بس الفشل ملوش أي دروس تانية ممكن يعلمها لك غير إنه يعلمك إزاي تتجنبه. دي الطريقة اللي ممكن بيها تتحرك وتعمل حاجة لنفسك.